السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة دجاج كده كوري هتعجبكم جدا. طريقة كده مختلفة عن الاكل الشرقي اللي احنا متعودين عليه. يعني نحاول ندخل كده في مطبخنا حاجات جديدة وحاجات مختلفة. فانا شفت بصراحة الوصفة دي فقلت لازم اجربها معاكم ونشوف طريقتها ايه. بس بصراحة طلعت نتيجتها حلوة جدا وطعمها لذيذ قوي، يعني هتعجبكم ان شاء الله يعني. بس تعالوا بس نشوف المقادير. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تشتركوا معايا في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه انا هعمل اجيب الصدور بتاعتي نقطعها مكعبات كده بالشكل ده، يعني ما نحاول ما نكبرهاش قوي، نخليها مكعبات متوسطه كده. وبعد كده هاخدها بقى واحطها، اجيب بقى البوله بتاعتي وهحط فيها بقى شويه توابل كده، يعني نحاول بقى ننكهها شويه. هحط اول حاجه نص معلقه من الملح، وبعدين نص معلقه من الفلفل الاسود، مش هنزود قوي في الفلفل الاسود. وبعد كده عندي معلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر. الحاجات دي كلها بتديها نكهات حلوه جدا. وبعد كده عندي معلقه من البابريكا ومعلقه من الكاري. كده دي التوابل اللي عندي. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي دي، هبتدي بقى احط بعد كده الصويا صوص بتاعتي. احط معلقتين كبار كده من الصويا صوص، هي دي بقى النكهات المختلفة عن مطبخنا. فالصويا صوص ده لما بيدخل في الاكل حلو جدا، ودبس الرمان كمان. وبعد كده احط بقى كوباية من اللبن من الحليب، او لو مفيش طبعا حليب ممكن نحط زبادي كمان. بعد كده نقلبه كويس جدا، لان الحاجات دي كلها عايزه اقول لكم ان اللبن بيدي طراوه للفراخ كده، القطع الفراخ ما بتبقاش ناشفه معاكي. هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي، احطها في الخليط دوت، واسيبه بقى اقلبها كويس. وبعدين احطها في التلاجة، يعني على قد ما تقدري بقى، نص ساعه، ساعه، ساعتين، ممكن تسيبيها مده اطول. كل ما هتسيبيها اطول هيبقى افضل طبعا. وبعد كده عندي بقى جبت 3-4 فصوص من الثوم كده. هنبتدي بقى نعمل الصوص بتاعي، والفراخ كده في التتبيله بتاعتها نبتدي نعمل الصوص بتاعنا بقى. جبت الثوم بتاعي وفرمته كويس قوي. وبعد كده هجيب معلقتين من العسل ده بقى عشان اعمل الصوص اللي انا هحط فيه قطع الفراخ بتاعتي. وبعد كده هنزل بالمعلقتين او بمعلقه الثوم دي، او ال3-4 فصوص الثوم. وبعدين برضو هنحط الصويا صوص، برضو نحط حوالي 3 معالق كده كبار او 4 معالق، هسيب لكم طبعا مقادير في صندوق الوصف. وبعد كده عندي معلقه من الصلصه، صلصه طماطم. وبعدين معلقتين من الكاتشب. عايزه اقول لكم الصوص ده طعمه خطير بجد. بعد ما حطيت معلقتين الكاتشب كده، هنزل بقى بعد كده عندي معلقه كبيره من البابريكا، تدي نكهه حلوه جدا برضو. مش هنحط اكتر من كده توابل، احنا هنكتفي بقى بالحاجات دي. وبعد كده عندي معلقه من الشطه السوداني، لو مش موجوده او انتوا مش بتحبوا الحاجات السبايسي ممكن تستغنوا عنها عادي. وبعدين معلقه صغيره من الخل. هنقلب كل دول مع بعض كده، نقلبهم كويس. وبعدين هحطهم على النار شويه لحد ما الصوص ده يربط شويه معايا ويبقى متماسك شويه، عشان لما نيجي نحطه على قطع الفراخ بتاعتي يبقى متماسك، يعني يمسك في قطعه الفراخ. انا بس عصرت نص ليمون. عايزه اقول لكم ان الصوص ده مختلف شويه عن مطبخنا، وهو طبعا ان احنا بنحط المسكر مع الحادق، فحاجه جديده علينا، بس طعمها بيبقى مختلف وطعمها حلو قوي. هنقلبها بقى شويه كده مع بعضها. بس عايزه اقول لكم حاجه بقى، الناس اللي هي بتبقى متمسكه قوي بالاكل الشرقي ما تجربش الوصفه دي بس بجد هتكون ندمت لو ما جربتهاش. نقلب بقى الصوص ده كويس جدا على النار، ونسيبه يغلي بقى لحد ما يبتدي يتقل معايا كده ويبقى يربط كده زي ما بنقوله كده. بقى جاهز عندي، هركنه بقى على جنب. وابتدي بقى اجيب الفراخ بتاعتي، هحط عليها نص كوبايه من الدقيق. انا حطيت يا جماعه بيضه، بس هو ما اتصورتش بصراحه، بس انا حطيت بيضه على الصدور الفراخ. حطيت بيضه عشان برضو يبقى نقدر نقليها بسهوله. وبعدين هقلب بقى الكوبايه الدقيق كده، نص كوبايه الدقيق حطيت عليها معلقه من النشا، وهقلبهم كويس قوي. ولو حسينا ان احنا محتاجين دقيق كمان ممكن نزود.
انا مش عايزاها تبقى سايله قوي ولا تبقى متماسكه قوي، يعني تبقى القطعه متغلفه كويس بالدقيق واللبن والتوابل دي، فعايزاها تبقى متغلفه كويس. ممكن نزود كمان نص ربع كوبايه دقيق، مفيش مشكله، نحاول نزود بس بالتدريج. هوريكم دلوقتي الفراخ عايزاها تبقى عامله ازاي. شايفين اهي قطعه الفراخ بالطريقه دي، ما تبقاش يبقى متماسك عليها الخليط ده كله. بعد كده اخدها بقى، عندي زيت طبعا على النار كده، يكون زيت سخن طبعا. هبتدي انزل بقى بقطع الدجاج بتاعتي، واهم حاجه بعد ما هننزل بيها هنسيبها بقى واحنا سايبينها على النار، نحاول نهدي النار شويه، ما نخليش نار عاليه عشان الصدور تستوي معايا بسرعه. طبعا يعني احنا مقطعينها قطع صغيره، فان شاء الله هتستوي معاكي على طول وهتطلع حلوه ان شاء الله. نبتدي نقلبها بس بعد ما نحس ان هي اخدت لون من تحت، قلبتها على الجنب التاني، وبعد ما اخدت اللون بقى الذهبي ده بقى حطيتها على مناديل المطبخ وسبتها بقى لحد ما تشرب الزيت بتاعها. وبعد كده نزلتها بقى في الصوص بتاعي ده بعد ما الصوص بقى تقل. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. بعد ما قلبتها بقى كويس جدا كده واتشربت كويس قوي من الصوص ده، نقدمها بقى في الطبق بتاعي، طبق التقديم. وبعد كده بقى اهم حاجه بقى ان احنا بنحط عليها حاجه بجد بتخلي طعمها حلو قوي، وهي السمسم. السمسم بيبقى حاجه مختلفه برضو في الاكل بتاعنا، ان احنا نحطه على الاكل مباشره، ده يعني احنا بنحطه في المعجنات بس كون ان احنا نحطه على فراخ او كده بتفرق جدا في طعمه. بعد كده رشيت بقى السمسم، ممكن نحط بقى بقدونس او كزبره كده خضره عشان بس لون الطبق، وكمان بيدي ريحه حلوه ونكهات حلوه. بس كده والطبق بقى جاهز. يا رب بقى تعملوها كده وان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي بقى رايكم ايه. متنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم.